السلام عليكم خوتنا المشاهدين. كيف ما شفنا اخيرا يونس هضر على النفقه ديال وليداتو وهضر على الناس اللي كانوا باغيين يديروا ليه الغبره في الطوموبيل. كيف ما شفنا يونس واخا طلبوا منه بزاف ديال القنوات قالوا ليه ما تهضرش في هذا الموضوع ديال الناس اللي كانوا باغيين يتعداو عليك وعلى داكشي ديال اللي كيخص الوليدات ديالو، ولكن مشى دار واحد الفيديو وشرح فيه بزاف ديال الامور اللي كانت غامضه لبعض الناس واللي كانوا كيشكوا فيها، خصوصا من رجع يونس القناه اليوتيوب. بزاف ديال الناس ولاو كيشوفوه ضاحك واكل شارب كيقولوا ليه واش نتايا زعما فرحان ومخلي وليداتك بلا مصروف بلا نفقه. هذا الموضوع هضر عليه يونس، قال وليداتو ما ناسيهمش، وليداتو حاط لهم النفقه ديالهم من نهار خرجوا عنده من الدار، ونهار يجيه التبليغ بانه خاصو يحط الفلوس للوليدات غادي يحطو. يعني هو ما ناكرش الوليدات ديالو وما ماشي زعما ما باغيش يخلص لهم النفقه ديالهم، غير هو مني كان مازال غير في البدايه ديال الطلاق قال بانني كنت كندي فلوس كيعطيهم للوليدات، كيمشي يدي لهم مصاريف كيعطيهم للوليدات، يجي يعيد كيمشي يعيد لهم، ولكن كانوا دائما كيشوف الرد خيب، كانوا كيعايروه في اليوتيوب كيخرجوا الاسرار اللي بينه وبين وليداتو، ها قال ليهم ها قالت ليهم. هادشي علاش هو عقب قرر باش يحبس ما يبقى يعطيهم حتى شي حاجه، لانهم تيخرجوا وكيتنمروا عليه وهو ما كيعجبوش الحال. لان احنا عارفين واحد المجموعه ديال القنوات كتكره مربوحه واحد الكره عميق، وكتشوف غير شي حاجه بسيطه من هاد الناس خاصه تنوض دير عليهم فيديو وتعير وتهاجمهم. هما بطبيعه الحال ما عجبوش الحال بان اي حاجه دارها توصل لليوتيوب وتوصل للقنوات يتنمروا عليه. هو ديك الساعه كان خارج من اليوتيوب ما كيصور ما والو، هو يقرر بانه غادي يحبس ما غيبقاش يمشي عند الوليدات، لانه قال انا كنخاف لا يديروا ليا شي فخ ولا يديروا ليا شي اتهام. وقال بالنسبه للمصروف حتى هو خليته بيني وبين القانون، وقال بانني انا والزوجه ديالي تفارقنا، هي الله يسهل عليها وانا الله يسهل عليا، والوليدات غادي يبقى ينفق عليهم مدى الحياه حتى يكبروا. هادشي اللي قرر هو وهادشي اللي قال في اليوتيوب، وبان وليداتو فلوسهم راه محطوطين في الامان والصون، كيتسنى غير يجيه البلاغ من المحكمه باش يتير داكشي ويحطو لوليداتو. وبالنسبه للمؤامره اللي واحد المؤامره خطيره، ومن اللي سمعناها في الحقيقه بقى فينا الحال، حسينا بحال داك السيد قريب لينا وباغي دار لي واحد المكيده، حسينا كما تنقولوا اكيد بان هذا السيد هذا متبوع ومحسود من جميع واحد الناس اللي كارهينو كره كما تنقولوا كره اعمى. حتى هي هضر على هذا الموضوع وقال انا هاد الناس هادو اللي تابعيني في حياتي وباغيين يغرقوني وباغيين يديروا لي زعما شي حاجه خطيره، حيت حنا كنعرفوا الغبره خطيره، واحد الحاجه اللي ممنوعه، والمولاها كيغرق وكيولي زعما راه كيقتل الناس وكيمشي للشباب ضحايا بان داكشي اللي كيبيع داك السيد بانه كيغرقوا. قال هو انا ما كيدير حتى شي حاجه من هذا الشيء. وبالنسبه لدوك الناس اللي كيخططوا انهم غيديروا لي شي حاجه في الطوموبيل ولا شي حاجه في الدار ولا شي حاجه في البيت، بانهم كاينين كاميرات مثبته في الطوموبيل كامله، وكاينين كاميرات مثبته في الدار. هادشي غادي ينفع هاد الناس هادو اللي كانوا باغيين يديروا لي المكيده، بانهم لو كان داروا شي حاجه فعلا كانوا غيغرقوا روسهم. لان هاد الناس هادو اللي بغاو يديروا ليونس المكيده كانوا كيخططوا بانهم غيعطيو لواحد الشاب اللي خدام معاه في الدار 4 ديال المليون باش يحط لي داك الكوكايين في الطوموبيل. ولكن داك الراجل اللي خدام عندهم كما كنعرفوا عندهم بزاف ديال الخدامه وغاديش تقدروا نحدوا الاسم ديالو، المهم قالوا كاينين واحد من دوك الخدامه، ولكن داك السيد صدق كما تنقولوا تمر فيه الطعام وما بغاش ياخذ من عندهم ديك 4 ديال المليون. كيف ما كنعرفوا واحد الفلاح خدام في واحد الدار غتعطاه 4 ديال المليون ويغرق واحد الشخص اللي هو خدام عنده، طمع طاعون كاين العيني كيتعماو. ولكن شكرا لهذا الشاب هذا اللي عامل عندهم، ما عرفناش بالضبط
شنو الاسم ديالو. المهم ما شدش دوك الفلوس وما حطش ليه هاد الغبره هادي، كنقولوا ليه برافو عليك. وملي فشلت ليهم القضيه مع هاد الشاب هذا اللي خدام عند يونس مربوحه، مشاو دوك جوج اللي كاينين عندهم في الدوار قالوا لهم حنا غنشوفوا لكم شي حد اخر اللي غادي يدير لكم داكشي اللي بغيتو. ولكن هاد السيد اللي كيدير هاد المكيده واللي كان مخطط وكان شاري ليه هادشي باش يحطوا ليه ما طاقش، بحال ما طاقش في دوك الزوج. قال ما ربما غادي ياخذوا الفلوس وما يديروا والو، ولا داك السيد غيقلبوا عليه ما غيكونش يوصل للطوموبيل ولا ما غيكونش يوصل للدار. المهم فشلت ليهم الخطه وربي فضحهم. سبحان الله، باش تعرفي هاد السيد هذا طريقه غادي نقي، ماشي كيدير شي حاجه خايبه، في طريقه غادي نقي. مني داروا دي الخطه كانوا بوحدهم، وملي تفرشات الخطه ربي فضحهم. كلشي عرفها وكلشي تابع هضر عليها في اليوتيوب. واهم حاجه انها وصلت للشخص اللي كانوا كيديروا ليه هاد المكيده. هنا كيبان لينا بان ربي راه كاين وحاضي الظالم من المظلوم. وهو داك السيد دائما كان هو والام ديالو رجاهم، واللي ظلمهم كيخليوه لله، بان الله ما كيتخلاش على المظلوم. داكشي علاش كنقولوا الله يفرج على الجميع والله يسمح للجميع، حيت الله ما كما تنقولوا تا واحد ما كيظلمو، كل واحد نتبعو في حياته كيف ما كان. الاهم في هادشي كامل هما دوك الوليدات بغينا باهم، ماشي زعما غير حيت الزوجه ديالو ما تفاهمتش معاه وطلقات معاه. هاد الزوج هذا خاصو يتعدى في حياته، خاصو يا اما يمشي للحبس يا اما ينهي حياته يا اما يسد عليه في واحد البيت ويبقى بحال شي مسطي. لا، ما خاصش هادشي يكون. وكيف ما شفنا ديك العمه ديك طاطا بديعه اللي مسميه قناتها، شحال هي كتطلب في الاعتذار وشحال هي نادمه وكتقول ظلمت هذاك السيد وكلت في لحمه وضربت فيه وعيرته بلا ما نشعر لانني كنت ما فاهماش. ولكن الواحد ما عمره ينوض ويبقى يعير شي انسان وهو ما عرف حتى شي حاجه، خصوصا بالمراه والراجل راه ما كيعلم غير الله. ماشي حنا غادي نوض واحد المراه غتقول لينا راجلي دار فيا ودار فيا غادي نصدقوها، ولا غينوض واحد الراجل يقول لك مراتي دارت فيا غنصدقوه. بالعكس، ما غادي نقولوا لهم الله اعلم بيناتكم، حيت ربي هو اللي عالم بالغائب، وداكشي اللي بيناتهم ما عالم به غير الله. واحد ما عمره يتدخل. وديك العمه كيف ما شفناها دائما ولات كطلب الاعتذار وكتقول يا ربي تسمح لي على داكشي اللي دارت، وهذه نتيجه زوينه. ومن اعترف بخطئه فلا خطأ عليه. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.